بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القاهر فوق عباده، الحمد لله مزلزل عروش الظالمين، الحمد لله قاصم الجبارين، الحمد لله مهلك كل المعتدين. وبعد أيها المسلمون، يقول تعالى وهو أصدق القائلين: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق. ها هي دماء المسلمين وأرواحهم تزهق بغير حق في كل بقاع الإسلام، وخاصة في بلاد الشام على مقربة منا. فما موقف حكامكم أيها المسلمون؟ إنه التخاذل والتآمر على دماء المسلمين وخذلانها وعدم نصرتها. ليس هذا فحسب، بل عقد المؤتمرات للتآمر عليهم لوضع قضايا المسلمين ودماء المسلمين وأرواحهم بيد أعداء الإسلام، بيد أوروبا وأمريكا. هذه أوروبا وأمريكا والأمم المتحدة عدوة الإسلام والمسلمين، هي التي ضيعوا فيها فلسطين حينما وضعوا قضية فلسطين في يد الأمم المتحدة. ها هم حكامكم يحاولون أن يضعوا قضاياكم وقضايا المسلمين في يد أعداء الإسلام. اتقوا الله أيها المسلمون. حينما خذل الحكام دماء المسلمين والمسلمين ولم ينصروهم، بات عليكم وعلى الجيوش نطلبهم أن ينصروا الإسلام والمسلمين وأن ينقذوا أهل الشام من يد هذا الجزار. فحكامكم كلهم جزارون، كلهم متآمرون على الإسلام الله أكبر، لا إله إلا الله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقد جعل الحكام الخونة سبيل للكفار على المسلمين بوضعهم قضاياهم بيد أعداء الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، ميثاقكم وعهدكم هو مع الله لا مع الله. أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. ميثاقكم أيها المسلمون جميعا مع الله لا مع أمريكا ولا مع أوروبا ولا مع حكامكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ميثاقكم هو كتاب الله، هو كتاب الله وسنة رسوله. لا ميثاق دولة مدنية كافرة تحكم، ولا دولة علما ولا ديمقراطية. أيها المسلمون، اتقوا الله. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
حياة لكم إلا بالإسلام، لا حياة لكم إلا بدولة الإسلام، إلا بالخلافة، إلا بنظام الإسلام، لا بأنظمة الإسلام. اتقوا الله والسلام عليكم.